شباب ودنا نبدأ مع هاني عنزي. تفضل. مفاجأة لي. أنا ودي أسأل أسئلة كثيرة، لكن ودي أسأل الشيخ بما أننا نتكلم عن أجواء رمضان وأجواءك الأسرية، في ناس ما عندهم أسر الآن في رمضان هم مبتعثين، فودنا نسألك يا شيخ عن مواقفك الطريفة معهم. مع المبتعثين. هم مبتعثين. أي أنت ذكرتني قبل سنة أنا والشيخ محسن رحنا لندن من ضمن الرحلات، طبعا بريطانيا، وجلسنا ما يقارب الشهر هناك دعوة ومحاضرات. جميل. فيخبرونا تعرف بعد المحاضرة والجلسة والندوة يجي سمر في مبتعث كان في المركز هناك، هو يلقي محاضرات على أنه داعية طبعا، فرأى فتاة إنجليزية مزوجة فبهره جمالها وذهب بعقله، فهو وظف أنه يدعوها للإسلام. شوف النية الردية، وعلشان تسلم وتنفصل من زوجها، لأن إذا أسلمت ما تبقى مع زوجها البريطاني، تنفصل ويتزوجها. بيت النية والله يعلم بما يبيتون، وأخذ يقنعها بالإسلام ويحبب لها الدين وسيديهات ويعطيها برامج، فأسلمت. فرجع لزملائه متهل الوجه كأنه فلقة قمر، قال ابشروا بعلوم تسمعون علوم قريب إن شاء الله. وراحت هي بالبرنامج وطبت عن زوجها وأقنعته بالإسلام، وأخذت تقنعه فأسلم والحمد لله. وجت واجهته في المركز قالت أبشرك بشيء، قالت زوجي أسلم. قال أفا؟ قالت والله أسلم. فأخذها في نفسه ورجع البيت مرة منتهي وجهه كأنه ليل. قالوا بشر عسى ما في خلاف، قال أسلم ابن الكلب. أسلم ابن الكلب حسبي الله عليه. ما يبغى يسلم مصطفى. أنا يا شيخ عندها الحديث بالحديث، لأن أسلوب الطنطاوي الاستطراد أنا قلتها في مناسبات أيضا. يخبرني الشيخ عمر باجي خيف صاحب دار المنهاج، أنا أسند قصصي إلى أهلها. في عهد يحيى حميد الدين الإمام اليمني أرسل قاضي مدري الشماحي أو كذا، أرسله إلى صعدة قاضي، قال ما يكفيني الراتب، قال شوف القرية اليهودية خذ الجزية. قال جزاك الله خير. فجمعهم جميعا قال لليهود اللي في القرية ترى جزيتكم من الشهر هذا عندي السنة هذه. فقام شيخ يهودي شايب كبير فقراء، قال حنا فقراء مساكين ما نقدر ندفع الجزية وما بيننا وبينكم إلا كلمة التوحيد. ادخل. قال وش قصدك؟ قال قصدي أدخل الدين أنا وجماعتنا وبشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتسقط عنا. قال الآن لك 70 سنة على اليهودية، ويوم جيت أنا أخذ الجزية تسلم والله إنك ما تدخل، وإن دخلت الإسلام إني ويا واحد يدخل منكم الإسلام إن يذبحوا بهذا الخنزير. فأبقاهم على اليهودية. هذا توظيف الدين يعني. الله يخليك. تفضل حاتم شهري.